وطنية في رياضة صيد السمك بالبحيرة الخضراء أو باللسان الأمازيغي أقلبة مزقزة، بحيرة طبيعية في قلب جبال الأطلس تحرس صفائها غابات الأرز الكثيفة. التظاهرات نديروها فيها سنويا، وهذه النسخة الثالثة هذا العام هذا، ومن أجل التعريف بهذه المنطقة اللي هي مؤهلة طبيعيا للسياحة، في الشيء اللي يجعل الجمعيات تنظم راسها وتحاول تعرف بهذا الموروث الطبيعي اللي عندنا في هذه المنطقة. وبالفعل من بعد ما قامت بتظاهرات سابقة عدة جمعيات لاحظنا واحد التوافد ديال السياح خصوصا في هذه السنة. تزخر البحيرة بأنواع من الأسماك التي تعيش في المياه العذبة كالزنجور والفرخ والأرد، وتتميز بإمكانات طبيعية هائلة كفيلة باستهواء عشاق السياحة الجبلية، كما هو حال هوة الصيد بالقصبة. هذه شي 4 سنين تقريبا تنجي لهنا للترفيه انا والزوج ديالي والابن ديالي، وقلت علاش لا، شفت رجال تيصيدوا قلت علاش لا، حتى المراه هي تحاول وحاولت وربي جاب التيسير وليت كنصيد وجيب الله التيسير، واليوم راني صيدت 2 ديال السمكات. لم يكن الصيد وفيرا هذا اليوم، فليلة الأمس كانت مقمرة، ما جعل الأسماك تبحث عن طعامها ليلا قبل النزول إلى عمق البحيرة البالغ 26 مترا، وأغلب الأسماك المصطادة قياساتها كانت دون المسموح به قانونيا. في مثل هذه التظاهرات نقوم تظاهرات الصيد الرياضي، نقوم بمنح رخص الصيد اليومية للصيادين، بالإضافة إلى المراقبة المستمرة بأخذ قياسات الأسماك المصطادة المسموح بها قانونيا. جوائز تشجيعية في آخر المسابقة، الهدف منها التعريف بهذه المنطقة السياحية الساحرة وبالإمكانات الواعدة لأقلبة مزقزة التي لا تفصلها عن مدينة خنيفرة إلا 30 كيلومترا فقط من الطريق المعبدة.